السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في قناتكم وصفات عنبر. اليوم إن شاء الله نقدم معكم وصفة جد رائعة مميزة. خبز الفوكاشيا لذيذ بزاف، معمر من الوسط بحشوة لذيذة بطريقة مبسطة. غتحصلي على خبيزة لذيذة بزاف ومخرجة كما كتشوفوا، ومتقبة وخفيفة كالريشة، ومن الفوق طبقة مقرمشة من ألذ ما يكون. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم، وتخليوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم. وما نزيدش نطول عليكم، تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديالنا غنحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، غنحتاجوا كذلك معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره ديال السكر حبيبات، واحد شويه ديال المليحه تقريبا نصف معلقه صغيره، وغنحتاجوا 400 غرام ديال الماء، ما يعادل 3 الكؤوس ديال العنبه ديال الماء، يكون عادي من الصنبور. هنايا انا ضفت نصف الكميه ديال الماء، من بعد غادي نضيف نصف الكميه الثانيه وغنحرك مزيان غير بالملعقه، ما غنحتاجش كاع ندير اليد ديالي. غادي نخلط مزيان. هنا غنلقى راسي انني باقا محتاجه الماء، غنضيف 2 معالق كبار ديال الماء باش يكون عندي العجين رخو ويكون مطلوق. ما بغيتش انا العجين ديالي يكون قاصح بحال اللي كنعجنوه، انا بغيته يكون بحال السفنج. ها نتوما كي كتشوفوا معايا غنخلطو غير بالمعلقه صافي فقط. حتى الاخير غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. الخبز الفوكاتشيا كما كتعرفوا زيت الزيتون كتسرعوا. هنا غنديروا 2 معالق كبار صافي، وغادي نخلط مزيان حتى تدخل لي الزيت في العجين ديالي، وغادي نخلي هذاك الزيت كتمتصوا ليا هذيك العجين، وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه يرتاح لمده ديال نصف ساعه فقط. من بعد غنتاقلوا باش غادي نعاودوا نحركوه بحال اللي كنعاودوا ندلكوه. هاد العمليه غير بالمعلقه، كنهزو من التحت وكنطلعو من الفوق، كنهزو من التحت وكنطلعو من الفوق. راه الفيديو موضح كل شيء، ما تحتاجي كاع نهائيا هاد الخبز انك تدلكيه. شوفوا معايا العجين كي كيجي رخو بحال السفنج، ما خاصوش يكون نهائيا قاصح. هنا كنبقى ندير هذه العمليه 8 حتى ل 10 المرات، وانا كنهز من التحت وكنطلع من الفوق، كنهز من التحت وكنطلع من الفوق. صافي هنايا غادي نخلي العجين ديالي يرتاح ويخمر ويتضاعف الحجم ديالو لمده ديال ساعه حتى ساعه ونص ديال المكانه. هنايا كما كتشوفوا معايا من بعد ما خمر وتضاعف الحجم ديالو، غادي ناخذ القليل من زيت الزيتون وغادي نمسح بها اليد ديالي مزيان، حيتاش في هذه المرحله انا غنخدم باليد ديالي. صافي، والعجين ديالي غنبقى كما كتشوفوا غنهزها من التحت ونطلعها من الفوق. هانتوما على هذا الشكل نهزها من التحت ونطلعها. راه الفيديو موضح كل شيء. غنهزها من التحت ونطلعها. زيت الزيتون كيخلي العجين ما كتلتصقش في اليد ديالك وما كتمحنكش. وكنبقاو نكرروا هذه العمليه لمده ديال 10 المرات او 12 مره، وحنا كنهزو من التحت وكنديروا من الفوق. هنا غناخذ الطاوه اللي غتدخل الفرن، غندير فيها قياس ديال 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون وغندهنها مزيان وغنوضعها جانبا. هنا غناخذ القليل من زيت الزيتون وغادي نمسح به سطح العمل ديالي باش العجين ديالي غنوضعها فوق منه باش ما تلتصقش ليا في سطح العمل. شوفوا معايا العجين ديالي كيرطبه وساهله انك تهزيها. انا هنا شوفوا كي كندير ليها، راه كنهزها وكنعاود نجمعها ونهزها ونعاود نجمعها على هذا الشكل. مهم بزاف هذه المرحله باش العجين ديالكم فاش كيطيب كيجي مخرج، ما كيجيش مدقاص، كيجيو تقيبات فيه وكيجي خفيف بحال الريشه. غنبقى نعاود هذه العمليه 4 حتى 6 المرات، وانا كندخل يدي من التحت وكنهز من الفوق، كندخل يدي من التحت وكنهز من الفوق. من بعد غادي نقسم هذا العجين ديالي على قسمين، غنقسمها على 2 حيتاش هذا الخبز ديالي بغيت نحشيه. القسم الاول غادي ناخذه وغنوضعه فوق الطاوه اللي غادي تدخل لينا الفرن، وغادي نسرحه مزيان باليد ديالي على هذا الشكل كما كيبان لكم. وانا كنسرح غير بصباعي، بصباع ديال اليديه. وإلا لقيتوا العجين ديالكم لصاصق لكم باليد، استعنوا بزيت الزيتون.
صافي هنايا من بعد ما سرحته مزيان غادي نعمرو بالقليل من لا دانت فيمي. طبيعه الحال الحشوه، اي حشوه بغيتو تعمروا بها عمروا بها. انا هنا كان متوفر عندي لا دانت فيمي، والفرomاج هو اللي استخدمت في هذه الحشوه. هنايا غادي نديرو طبقه ديال لا دانت فيمي، من بعد غادي ناخذ الفرماج الموتزاريلا غندير طبقه تكون لا باس بها كذلك باش يعطينا هذيك التعليكه في الوسط. وغادي نزيد واحد الطبقه اخرى كذلك ديال لا دانت فيمي باش فاش غادي نفرش العجين ديالي ما يلتصقش فيها الفرماج وتخسر معايا. صافي هنا غناخد الكميه الثانيه ديال العجين وغادي نوضعها من الفوق ديال لا دانت فيمي، وغادي نحاول نسرحها باليد ديالي على هذا الشكل غير بصبيعاتي. راه ساهله، العجين راه مطلوقه دغيا غتطلق معاكم. وغادي ندخلو في الجنيبات، هذوك الجنيبات الفوقانيين غنلصقوهم مع الجنيبات التحتانيين باش الحشوه ما تخرجش لينا على برا. وانا كنسرح بالصبيعات ديالي حتى نسد كاع هذوك الفراغات، ما يبقى كاع يبان ليا لا دانت فيمي. صافي هنايا غنخلي العجين ديالي ترتاح لمده ديال 15 دقيقه. من بعد غادي ناخذ القليل من زيت الزيتون وغندهن به اليد ديالي، وغادي ندير بحال ما هكا بالاصبع ديالي على هذا الشكل. غندخل الاصبع ديالي في العجين حتى تكونوا هذوك الفقاعات اللي كما كتشوفوا معايا ها هما مكونين. راه ما نعاود لكمش هذا العجين كتجي رائعه. غناخذ القليل من الزيتون الاخضر غنوضعه من الفوق. هنايا انا استخدم الزيتون الاخضر اللي منزوع النوى. صافي غادي نوضع كميه تكون لا باس بها. من بعد غنوضع قليل من اليازير من الفوق. اش غادي نقول لكم على الريحه فاش دخلته الفرن كيطيب، هذيك الريحه ديال اليازير كيعطات في الدار ريحه رائعه. وهنا غادي نزين كذلك بلا طوماط سوغيز غنوضعها كذلك من الفوق. من بعد غادي نضيف القليل من الملح، واحد رشيشه ديال الملحه من الفوق. صافي وغادي نسخن الفرن على درجه حراره 180 درجه. غادي ندخل ليه هذا الخبز ديالي وغنخليه حتى يذهب اللون ديالو ويتحمر ليا من التحت. من بعد غنشعل عليه من الفوق حتى يتقرمش معاكم ويذهب اللون ديالو. من بعد غادي نخرجوه. شوفوا معايا الفقاعات، هذا دليل على ان العجينه ناجحه. هنا من بعد ما دخلته للفرن شوفوا معايا، هنا غنخليه حتى يطيب وياخذ خاطره في الطياب. من بعد غنخرجو كيجي الشكل ديالو النهائي على هذا الشكل. غنزولوه من فوق الطاوه وغادي نوضعها معاكم على هذا الشكل فوق سطح العمل. غنقطع معاكم هاد الخبزه ديالي باش تشوفوها كيف كتجي من الوسط وكيف كتجي مثقبه ومخرقه. كتجي رائعه. شوفوا معايا، شوفوا التكستور ديال العجين، شوفوا السماكه ديالها، شوفوا الحشو. نتمنىكم تجربوا هذه الوصفه حينتاش فعلا كتستحق التجربه. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم وجربتوها نخلي لكم رابط الانستغرام ديالي باش تصيفطوا لي التطبيقات ديالكم، وخليوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم كيفرحوني بزاف بزاف. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.